مسلسل عرس الجن هو إحدى حكايات الجزء الثاني من سلسلة وحوش 2 المعروضة على منصة شاشة، ويقدم قصة رعب نفسي مستوحاة من أسطورة كويتية قديمة عن مطربة شعبية اشتهرت في التسعينيات ثم اختفت فجأة بعد ليلة غامضة في حفل زفاف خارج المدينة. العمل يعيد بناء تلك الليلة بتفاصيلها، حيث تتلقى المطربة نورة دعوة لإحياء عرس لعائلة ثرية في قصر معزول، ومع وصول الفرقة تبدأ مؤشرات الغرابة في الظهور من خلال ضيوف بملامح جامدة ونظرات مخيفة وأعداد تبدو غير منطقية وأصوات همسات في الممرات. تصاعد الأحداث يكون تدريجياً حين تكتشف نورة أن العرس ليس بشرياً، وأنها وفريقها وقعوا في فخ عرس للجن، وأن الخروج من المكان يخضع لقوانين غير مألوفة. الشخصية الرئيسية نورة تمر بتحول نفسي واضح من الثقة والجرأة إلى الخوف والصراع من أجل النجاة، بينما تتكشف خلفيات كل فرد من الفرقة الموسيقية، ويظهر أن لكل شخصية نقطة ضعف يستغلها العالم الخفي داخل القصر. المسلسل يعتمد على أجواء قاتمة وإضاءة منخفضة وحركة كاميرا بطيئة تعزز التوتر بدل الاعتماد على مشاهد صادمة مباشرة، مما يجعل الرعب نفسياً أكثر منه بصرياً. السيناريو يدمج بين الفولكلور الكويتي والدراما الإنسانية، ويطرح تساؤلات حول الإيمان والخرافة والخوف الجماعي. الأداء التمثيلي جاء مكثفاً، خاصة في مشاهد الهلع والانهيار التدريجي للشخصيات، مما جعل العمل تجربة مشحونة ومختلفة عن نمط الرعب التقليدي. في النهاية لا يقدم المسلسل إجابة قاطعة حول حقيقة ما حدث، بل يترك المشاهد بين احتمال أن تكون القصة واقعة حقيقية أو مجرد أسطورة شعبية تضخمت مع الزمن. ليبقى عرس الجن واحداً من أكثر الأعمال الخليجية إثارة للجدل في موسم عرضه.